هنعمل مع بعض النهاردة كيك بطعم التورتة. يلا بينا نبدأ على طول عشان ما اطولش عليكم. اول حاجة معايا كوباية من السكر، عليهم كوباية من الزيت، زيت يكون جودته حلوة، كوباية لبن، ومعايا بقى البطل بتاعي النهاردة كيس كريم كراميل. هناخد الكيس البودر ده وهنسيب الصوص على جنب. هفتح كده الكيس وهحطه كله في الخلاط. هاخد بقى كل المكونات دي وعلى الخلاط هديهم ضربة كويسة جدا لحد ما المكونات كلها تندمج والسكر يدوب. هشيل منه كوباية على جنب، هحطها في التلاجة، وهاخد باقي المكونات هنزل عليهم ببيضتين. هحط على البيضتين معلقة فانيليا صغيرة، مش شرط خالص انها تكون سايبة، عادي ممكن تكون باودر. وعلى الخلاط هنضرب. عندي بقى هنا في البولة هحط كوباية ونص من الدقيق، هنخلهم كده كويس في المصفى، وهنزل عليهم برشة ملح، رشة ملح بسيطة. هنخل بقى كده كويس، وبعدين هحط عليهم معلقة بيكنج باودر كبيرة. هقلب كل المكونات الجافة مع بعض، خليهم يندمجوا، وهنزل عليهم بالمكونات السائلة اللي احنا ضربناها. هقلب بقى كده كويس جدا لحد ما يبقوا خليط كيك عادي جدا. يوصل معايا للقوام اللي انتوا شايفينه ده، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. عندي بقى صينية مقاس 24، هحط عليها دهنة زيت وامسحها كده بالفرشة من أرضية الصينية ومن الجوانب. بالظبط كده. هنزل بقى بخليط الكيك، هكون مسخنة الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق كده أو 5 دقايق لحد ما يحقق درجة الحرارة. وهحط الصينية في الرف اللي في النص لمدة 25 دقيقة. آخر 5 دقايق دول بختبر فيهم، بحط عود الخلة، لو طلع معايا نضيف مفهوش عجين يبقى كده خلاص تمام استوت، لو لسه في عجين برجعها تاني 5 دقايق. بس هي كده خلاص طلعت معايا. ادي الكوباية اللي احنا خدناها من الخليط، هنزل بيها كده على الكيك بعد ما تبرد. بعد ما تبرد تماما تقدري كده تمسكي الصينية بايدك، خلاص هي كده بردت تماما. هننزل بقى بالخليط ده ونسويه. هاخد بقى كيس الصوص بتاعي وهعمل بيه شكل كده، مش هنعمل بقى المرة دي خطوط، هنغير وهنعمل كده ايه دواير. الكيك بقى بيبقى حلو جدا طبعا، انتوا عارفين في المدارس خلاص كل سنة وانتم طيبين رجعنا للدراسة. تحط لهم كده حتة جنب الساندوتش حلوا بيها. خلاص كده خلصنا. هنحط كده نقطة في النص عشان ناخد بيها، تبقى نقطة المركز كده بتاعنا. هناخد بقى رايح جاي، هناخد في الأول كده رايح بعود الخلة، وبعدين راجع، بتطلع شكل بسيط وأسهل تزيين للكيك. ما تنسوش بقى لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ولو بتشوفوني على الفيسبوك ما تنسوش اللايك وكومنت حلو كده زيكم، دعمكم بيشجعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.